أعزائنا المشاهدين، أسعد الله مساءكم. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ناردكاسة. هذه الحلقات تأتي بالتعاون مع مجموعة الأسرة، ومجموعة الأسرة هي مجموعة حوارية انضم إليها عدد من المهتمين بشأن الجمعية الخيرية الشركسية، وخاصة أنه إحنا حاليا بفترة انتخابات لهيئة إدارية جديدة، فارتأت هذه المجموعة أنه لابد من التركيز على مواضيع وشؤون الجمعية الخيرية الشركسية للارتقاء فيها. يسعدنا أنه نلتقي حاليا مع 3 من أعضاء في هيئات إدارية مختلفة. هؤلاء الأشخاص كان لهم تجربتهم، وهذه التجربة بنحب أن ننقلها للجمهور، بنحب ننقلها للمرشحين لانتخابات الجمعية الخيرية الشركسية القادمة. بيسعدنا نلتقي في هذه الحلقة مع المهندس كمال جلوقة، والدكتور خلدون إسحاقات، والأستاذ أحمد فؤاد أبدا. أهلا وسهلا فيكم في هاي الحلقة. نرحب فيكم باسم برنامج ناردكاسة. في البداية بنحب أنه كل شخص فيكم إذا في مجال يحكي لنا نبذة عن تجربته مع العمل التطوعي، تجربته مع العمل الاجتماعي مع الجمعية الخيرية الشركسية، ونبذة بسيطة عن حياته اللي إلها علاقة بشؤون الجمعية والعمل التطوعي. دائما إحنا بنبلش كالأدية كابزة مع أكبرنا عمرا والمهندس كمال جلوقة. تفضل باش مهندس. السلام عليكم. عليكم السلام. يعطيك العافية أستاذ باسل والأخوان. هلا باشا. يعني أنا تجربتي باختصار مع العمل التطوعي بدأت تقريبا من كان عمري 17 أو 18 سنة لما بلشت أحتك بالجمعيات. كنا ساكنين بالفحيص ونيجي على جمعية صويلح في ذلك الوقت، وعلى نادي الجيل مرات، يعني كنا هذا. بس لما رحنا على تركيا أنا اشتركت بشكل رحت للدراسة طبعا، اشتركت بشكل فعال في العمل الجمعية اللي هناك، وكنت مع بعض الإخوان منهم الأخ عوني مولود. كنا نعمل مسرحيات في الحفلات اللي بيعملوها شهريا كانت الجمعية. فمن ذلك الوقت أنا احنا بنحكي عن فترة السبعينات يعني. أيوة، مش 1800 1970 مش 800 1970 طبعا السبعينات. أوكي. فكنا يعني شلة الشباب اللي ماسكة الجمعية تقريبا كنا في ذلك الوقت. جينا الأردن عملنا نفس الإشي في الجمعية الخيرية الشركسية لما كانت في جبل عمان، وبعدين لما انتقلت من جبل عمان إلى موقعها الحالي اللي هو في الدوار السابع. فاشتركت في عدة هيئات إدارية. اشتركت في هيئة إدارية مع المرحوم أنور محمد، بعدين مع المرحوم فواز ماهر، يمكن دورتين مع فواز ماهر، بعدين مع المرحوم حديثا الله يرحمه سمير قردن يمكن ب3 دورات، ومع شكيب شبلي، ومع خير الدين هاكوز. يعني كنت تقريبا قضيت الفترة اللي أنا منتج فيها في الحياة، كنت نص إنتاجي في الجمعية. الصعوبات اللي واجهتها في تلك الفترة كانت إنه أنا أيضا قاعد بشتغل شغل مهم جدا في أمانة العاصمة، اللي هو إنشاء أمانة أعمال الكبرى وعمل خطتها لل20 سنة القادمة. هذا الحكي بسنة 1983 لل87. وكنت يعني الأمسيات أقضيها بالجمعية والنهار أقضيه بالشغل
يمكن شوية أولادي كانوا يشوفوني بالمناسبات، لكن مرقت على خير الحمد لله، وكل شيء كان مرتب، وأنا لا أزال في خدمة مجتمعي وفي خدمة قضيتي الشركسية. آه، وبحب أحكي تفصيلة هون إنه أنا كنت من أوائل اللي تعلموا القراءة والكتابة باللغة الشركسية، وكان ذلك في عام 1962، يعني كنت عمري 14 سنة أو 13 سنة. وهذا كان بسبب انه خالي وابن عم خالي اللي هو عبد الله دراك، كان هو اللي اول واحد يتعلم الكتابه باللغه الشركسيه، واحنا باعتبارنا متصلين معه مباشره يعني تعلمنا منه القراءه والكتابه باللغه الشركسيه. وهي مسيرتي يعني، وانا جاهز للاسئله. تسلم. يعني انا بحب اضيف انه برضه يعني كمان ابنائك حاليا احدهم يراس الجمعيه الخيريه الشركسيه في انقره، اللي بداتم انتم فيها ايام شبابكم، وكمان في الابن الاخر يراس الجمعيه الشركسيه في هولندا. فيعني حياه حافله لك ولافراد عائلتك. استاذ احمد فؤاد ابدا، إذا سمحت كمان تعطينا تفاصيل عن مسيرتك في خدمة المؤسسات الشركسية والجمعية الخيرية الشركسية بالذات. تفضل. الله يمسيكم بالخير، والأخوة الدكتور خلدون والباشمهندس كمال جلوقة، الله يمسيكم بالخير وأهلا وسهلا فيكم جميعا. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا بخصوص العمل في الجمعيه او المؤسسات الشركسيه، بدي احكي في البدايه كعائله ابدا. الحمد لله رب العالمين، احنا متواجدين في الجمعيه من اربعينات القرن الماضي، من ايام جدي الله يرحمه، كان عضو هيئه اداريه على دورتين او ثلاثه حسب ما اذكر. وامتدت افراد العائله بمختلف العائله، يعني انه يفوتوا على الادارات لحتى ما اخر شيء اللي دخلتها انا بسنه 2020. طبعا غير الجمعيه احنا كنا نشتغل قبل الجمعيه ايام الشباب، فتره الثمانينات نهايه السبعينات، في نادي الجيل الجديد مع الشباب اللي كانوا موجودين بالبازارات والتجهيز الشغلات هذه كلياتها، وكان في لنا حضور وقتها الحمد لله رب العالمين. وبالنسبه للعائله كمان كنا من اعضاء مؤسسين لديوان آل أبدة بسنه 98، مع انها كانت كرابطه مؤسسه من بدايه السبعينات 74 75، وتوقفت بناء على عدم متابعه وعدم شغلات زي هيك، وبردينا احييناها احنا مره ثانيه. اللهم صل على سيدنا محمد. وفي قبل 4 سنوات او 5 سنوات اللي اشتغلنا على تاسيس ديوان شراكسه عمان، وعلى اساس انه يكون رديف للمجتمع الشركسي ومنزل اخر من منازل الاسره الشركسيه كامله. بخصوص الجمعيه اشتغلنا فيها احنا من فتره ال20 لبدايه ال21، و طبعا كانت فتره صعبه شويه، فتره كورونا والمشاكل اللي صارت هذه كلها، والحمد لله رب العالمين قدرنا انه نقضي الفتره هذه وعدت فينا على خير. أشكرك أستاذ أحمد. دكتور خلدون، تفضل إذا بتحكي لنا نبذة عن عملك التطوعي في الجمعية الخيرية الشركسية والمؤسسات. تفضل دكتور. مساء الخير جميعا. أول شيء شكرا للتلفزيونات اللي أتاح لنا الفرصة للالتقاء بالوجوه الطيبة هاي، ودائما حاملين لهم الشركة كتلفزيون. الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا دائما مبدعين في مجال الشركسي. بالنسبة للعمل التطوعي الصحيح، أنا أول ما أعيد حالي على الدنيا وأنا بالجمعية، جمعية وادي سير، كنا وإحنا صغار كنا نروح جمعية وادي سير. هناك كان في زي ما حكى أخونا أحمد بازارات، كنا نشارك في اللجان التطوعية في البازارات، نشتغل تنظيف وباطون ومش عارف، كانوا يسووا هيك شغلات ديكورات، إحنا كنا نساعدهم. لما كبرنا شوي انضمينا للجمعية في لجان الجمعية تاعت وادي سير، اشتركت في اللجنة الرياضية. أول ما اشتركت في اللجنة الرياضية هناك، وكنت عضو من 40 سنة تقريبا في جمعية وادي سير، سجلت. صحيح احنا سوينا لجنة رياضية في وادي سير، واستطعنا ان نفوز في بطولة المملكة
في صاعقة كرة اليد سنة 82. أول مرة في بطولة المركز بتفوز فيها الجمعية كانت في جمعية وادي السير. طبعا بعد اللجنة الرياضية هذه دخلت على الهيئة الإدارية كعضو في الهيئة الإدارية في وادي السير، بعدين نائب رئيس في جمعية وادي السير، كنت عضو مجلس أمناء مدرسة الأمير علي حوالي 15 سنة، بعدين نقلنا على المركز، دخلت في الهيئة الإدارية في المركز، كنت مقرر اللجنة الصحية، كنت رئيس لجنة شبابية في المركز، كنت أشتغل كمان انتدبونا في كعضو إدارة في مجلس أمناء مدرسة الأمير حمزة. ظليت ماسك مدرسة الأمير حمزة ومدرسة روضة الأمير علي حوالي 15 سنة طبيب تاع المدرسة، ولهلا يعني شغالين دائما في المناسبات، يعني ما بتخلى مناسبة شركسية إلا إن شاء الله تعالى يعني بنكون متواجدين فيها. والهم الشركسي هم كل المجتمع، يعني مش همي أنا لحالي، فإن شاء الله ما بنقصر، يعني دائما موجودين لخدمة المجتمع الشركسي، كنا ولا نزال وسنبقى إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. باش مهندس كمال، يعني من فترة السبعينات وحتى الستينات وحضرتك موجود بالعمل والنشاط الاجتماعي في المؤسسات الشركسية، والجمعية الخيرية الشركسية هي الموضوع الرئيسي تبعنا خلال هذه الحلقات. فالجمعية الخيرية الشركسية من 1932 وهي قائمة، ومرت عليها هيئات إدارية مختلفة. فما رأيك باش مهندس؟ هل أنت راضي عن الوضع اللي موجودة فيه الجمعية الخيرية الشركسية بعد مرور كل هالسنوات عليها حوالي 90 سنة تقريبا؟ تفضل باش مهندس. نعم، الواقع أنا بقدرت أقول إني مش راضي، أنا راضي وزيادة، لأنه بديش أغبن الإخوان اللي يعني اللي من عمر جدي واللي من عمر أبوي المرحومين، اللي اشتغلوا بهذه المؤسسة ووصلوها إلى ما هي عليه الآن. يعني هي من أحسن المؤسسات، هي أول جمعية أنشئت في المملكة الأردنية الهاشمية، وهي استمرت يعني في طول هذه الفترة بحوالي 90 سنة صار لها. فهي يعني بشكل عام إحدى الجمعيات القوية، أنا برأيي أنها من أقوى الجمعيات اللي موجودة حاليا على الساحة الأردنية وعلى الساحة الشركسية العالمية أيضا. يعني الجمعية الشركسية اللي في الأردن لها اعتبار في تركيا، في القفقاز، في الوطن الأم، وأيضا لها اتصالات ونشاطات في أماكن أخرى يعني معروفة بشكل عام. وأنا بدي أذكر الفترة اللي اشتغلت فيها الجمعية أيضا أشياء تفوق المجال التطوعي أو مجال العمل الخيري، لما ساعدت إخواننا السوريين الشركس اللي أتوا إلى الأردن في عام 2011 وما بعد ذلك، اللي تم استضافتهم لدى العائلات الشركسية واستئجار بيوت لهم واستخدامهم بدون ما يمروا على المخيمات اللجوء اللي كانت موجودة في شمال الأردن. كانوا يجيبوهم رأسا بترتيب مع الحكومة وبثقة من الحكومة بقدرات هذا المجتمع التطوعية والخيرية اللي بيقدر يعملها. فباعتقادي أنه كل هذا الحكي يعني بعدين لما أنشأت الجمعية مدرسة الأمير حمزة، صار عمرها حاليا حوالي 34 سنة المدرسة. فكل هاي الشغلات يعني إنجازات، وإحنا ما بنقدر إلا نشكر الإخوان اللي سبقونا واشتغلوا، ونحمد الله إنه أعطينا فرصة زي كمان الإخوان نفس الإشي حكوا، بحيث إنه إحنا كمان نساهم ونضع لبنة من اللبنات اللي أنشأتها هذه الجمعية. وإن شاء الله يعني بشكل عام أنا بقول إنه أنا شخصيا منتمي وراضي
ومستعد للمساهمة بجهدي وبإمكانياتي في عمل هاي الجمعية. أشكرك باشمهندس. أستاذ أحمد أبدة، طبعا يعني المجتمع الشركسي أو زي بقية المجتمعات دائما بيطمح لشيء أفضل، يعني في المحصلة الناس تطمح للشيء الأكثر، وخاصة أنه الجمعية الخيرية الشركسية في الآونة الأخيرة عم بيتم الحديث عن مقدراتها اللي تتعدى الملايين من الدنانير الأردنية، ويبدو أنه الناس عم بتطلع على هذا الموضوع وبيطلع على مزيد من الخدمات اللي ممكن الجمعية تنظمها وتشتغل فيها. ولكن احنا عم بنشوف انه بالفترات الاخيره انه الهيئات الاداريه عم بيصير في سوء تفاهم بيناتهم، عم بيصير في استقالات في الهيئات الاداريه للجمعيه. فما رايك استاذ احمد أبدة؟ هل الوضع في الجمعيه الخيريه الشركسيه سليم، ام هل يمكن انه احنا نشتغل لمزيد من الطموحات نحققها من خلال الجمعيه؟ تفضل استاذ احمد. اشكرك استاذ دكتور. في البدايه اسمح لي اكمل على نقطه حكاها الباشمهندس، وانا كنت ماجلها شويه في المقدمه، اللي هي لجنه اداره الازمات اللي اشتغلت في الجمعيه من سنه 2012 ولغايه 2019 لم يتخذ قرار بحلها. هذه اللجنه استطاعت بجهود الجمعيه وبجهود اعضائها تناوب عليها حوالي 36 عضو او 38 عضو بتذكر من تاريخ تاسيسها لغايه حلها، وشباب كلياتهم فاعلين في المجتمع، الله يعطيهم العافيه والشكر الجزيل لهم على الشغل اللي اشتغلوه. استطاعوا انهم يحققوا فعلا انجاز من خلال هذه اللجنه. خلينا اقول وابالغ شويه، انا اقول انه يمكن التنظيم اللي صار والمساعدات اللي تقدمت والرعايه والخدمه التطوعيه اللي صارت فيها، بجوز كان كثير مؤسسات عجزت انها تساويها بالفتره هذيك، واستمرت كمان زي ما حكينا من 2012 ل 2019، مساعدات ماليه، مساعدات تموينيه، مساعدات على مستوى تلبيه الحاجات والمصالح تبعتهم، سواء كان بالاجهزه الامنيه ولا بالحدود ولا بالشغل ولا بخلافاتهم مع الناس. فالحمد لله رب العالمين، هذا سجل للجمعيه كمان على اساس انه انجاز فعلا يحق لها انها تفتخر فيه، ويحق للمجتمع الشركسي الاردني انه يفتخر فيه باللي سواه لاخواننا السوريين. طبعا هذا ما اقتصر الحكي هذا كلياته بس على اخواننا السوريين شراكه السوريه، لا بالعكس، كمان اخواننا السوريين اللي من اصول غير شركسيه كمان برضه استطعنا ان نقدم لهم خدمات جليله بهذا الموضوع، وهم عارفينها والحمد لله رب العالمين، واثنوا على دور الجمعيه في اكثر من مناسبه. بالنسبه للجمعيه هلا الوضع اللي احنا عايشين فيه والاستقالات والخلافات، هلا الجمعيه ما فيها مشكله. الجمعيه كجمعيه، الجمعيه المشكله احنا فينا احنا كاشخاص. هسه اللي مثل ما حكينا، مثل لجنه الازمات اشتغل فيها 38 شخص، 38 شخص هذول اخذوا خبره على مدى السنوات هذه اللي اشتغلوا فيها بهموم المجتمع، بهموم الجمعيه، بتفاعلات الناس اللي حاصلت، بطرق الحصول على التمويل، بطرق توفيره ودعم الناس. هذول ال 38 شخص بتوقع انه خبرتهم صارت في الجمعيه وفي المجتمع الشركسي وهمومه وطموحاته غنيه كثير. هلا استغلوا او ما استغلوا او طرحوا حالهم او ما طرحوش حالهم، هذا تبع للظروف اللي كانت موجوده بهذاك الوقت. الاستقالات، اذا بدنا نيجي نحكي عن موضوع الاستقالات، ما اظنش انه في حدا اشتكى من شغل او قال ما بقدرش اشتغل بدي اترك ولا شغله، لا مش هيك المواضيع. الاستقالات اللي صارت لانه احنا نفسنا اللي غلط، كنا مش الجمعيه ولا اجراءات الجمعيه ولا شغل الجمعيه ولا مؤسسات الجمعيه ولا شيء، لا احنا اللي تصرفنا طريقه خطا كادارات، سواء كانت الاداره اللي كنت انا فيها ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها. وبدي اخص بالذكر اخر ادارتين اللي هم اللي عملوا التغيير الكبير على المجتمع وعلى الجمعيه. شو بدي اقول يعني اكثر من انه ان شاء الله تكون الامور احسن ان شاء الله. دكتور خلدون، يعني انا بذكر، ما بعرف اذا بتصححني، يعني انت احد الاشخاص اللي كنت بهيئه اداريه وانتقدت الهيئه الاداريه، ما بعرف صح ولا مش صح؟ نعم. وهذا نادرا ما يصير انه يكون
حدا بنتقد الهيئة الإدارية تبعته. فما رأيك، هل الوضع بالمجمل العام بالجمعية الخيرية الشركسية في المرحلة الحالية مرضي عنه، ولا عندنا طموح لإشي أوسع؟ والله أول شيء خلينا أعقب على النقطة الأولانية هاي بالنسبة للجمعية الشركسية. صحيح عن وضع الجمعية الشركسية، يعني جمعيتنا الشركسية تأسست 32، من أوائل الجمعيات تأسست في المملكة. طبعا في بعدين تأسس جمعيات كثيرة وسبقونا في مشوار بعيد صاروا بعيد عنا، يعني تطور عنا كثير. يعني صحيح عندنا إنجازات كبيرة حققناها في الجمعية الخيرية الشركسية، ولكن لغاية الآن لم نصل إلى المستوى المطلوب. صحيح سوينا جمعية، سوينا المدرسة حمزة، المطبخ الشركسي، سوينا فروع ما كانت موجودة، أسسنا فروع، ولكن للأسف إحنا من 32 الآن بنعتمد في الجمعية على التبرعات، الاشتراكات، المساعدات والهبات. آن الأوان إنه نصل لمرحلة معينة إنه يكون الجمعية تعتمد في أمورها المالية على ذاتها، يعني يكون عندها استثمارات اقتصادية تصرف على التزامات الجمعية المالية. هذا أهم شيء، يعني لحد الآن ما وصلنا له. فنطمح إنه يصير هذا الفكرة هاي يطبقوها أحد أعضاء الهيئات الإدارية، إنه تقدر تطبقها الاعتماد على الذات اقتصاديا عن طريق مشاريع تخص الجمعية. يعني صرنا 90 سنة ولسه معتمدين على التبرعات، الاشتراكات، المساعدات، الهبات، يعني مش معقول. فلازم نلاقي حل هالموضوع. بالنسبة للهيئات الإدارية، وضع الجمعية بشكل عام، وضع الجمعية في الفترة الحالية صحيح وضع يعني خلينا نقول مخجل ومحزن في نفس الوقت. لما تشوف الجمعية الخيرية الشركسية فارغة من أعضاء ورواد، وعزوف كثير من أعضاء الهيئة الآن مع المشاركة في نشاطات وفعاليات الهيئات الإدارية. السبب هذا اللي بينتج عنه اللي هو فقدان الثقة المطلق بين الهيئة العامة والهيئات الإدارية المتعاقبة، نتيجة اللي هو الانشقاقات المتكررة والإخفاقات المتكررة في الهيئات الإدارية. طبعا أسبابه هاي كثير متعددة، يعني الأسباب اللي أدت إلى هذا خلينا نقول الضعف في الجمعية. الصحيح هاي المشاكل اللي بتصير بالهيئات الإدارية والانشقاقات اللي بتصير إلها يعني خلينا نقول أسباب كثيرة، ولكن أهم الأسباب اللي بتؤدي لها اللي هي أول شيء افتقار أعضاء الهيئات الإدارية لطبيعة العمل التطوعي. يعني بيجي واحد على العمل التطوعي ما عندوش خبرة نهائيا، بيصطدم في طبيعة العمل، لأنه هذا العمل التطوعي بدك تشتغل، تتوقعش من الناس تحكي لك شكرا، بدها الناس تنتقدك، يعني كلامك على الناس غير ملزم، بدك تترجاهم. فكثير من الناس بتفاجئوا بالشغلة. الشغلة الثانية افتقار لغة الحوار بين أعضاء الهيئات الإدارية. ما في حوار، يعني كلها عصبية ونرفزة، إذا ما توافقني أنا معناته أنت ضدي، فهذا فيش عندهم لغة حوار بالمرة. الشغلة الثالثة اللي هذه بتأثر عليهم كمان ما عم بيلتزموا بالديمقراطية أعضاء الهيئة الإدارية. هلا صار تصويت في الإدارة، خلص أنت بدك ترضخ لقرار الأغلبية. ففي كثير من الناس بالأعضاء الهيئة الإدارية إذا بيصوت على ضده باخذ موقف شخصي، فبصير اللي هي بحولها لمسألة شخصنة المسألة. خلص صار في قرار بالإدارة، أخذ القرار بالأغلبية، لازم الكل ينصاع للقرار. بعدين الشغلة الثالثة اللي هي فيش عندنا كل اغلب الهيئات الاداريه صحيح تيم ويرك، ما عندنا، كلهم عم بيشتغلوا كل وان مان شو. يعني دائما الرئيس هو المحدد في كل نشاطات، بتروح كل شيء بيسوي الرئيس، افتتاح هذا الرئيس، اللي بده يلقي كلمه الرئيس. طب باقي اعضاء المجلس الاداره ما لهم اي دور؟ يعني المفروض يكون هذا بيمثل مجلس الاداره الرئيس. فمشان هيك لازم يتوزع هذا الحمل على كل اعضاء مجلس الاداره، يكون تحت رعاية واحد من أعضاء المجلس الإدارة هو مجلس الإدارة، أساس يشوف عضو المجلس الإدارة إنه والله له في دور في هذا المجلس. بتلاقي كل الوان مان شو، كل الرئيس بيسوي كل الشغلات. فهاي كمان من الشغلات اللي بتأثر على طبيعة الاستقالات ووضع الجمعية. بعدين الشغلة اللي مؤثرة الصحيح والمؤسفة اللي هي طبيعة الكتل اللي بتتشكل في الجمعية الخيرية الشركسية كلها. يعني وللأسف ولغاية الآن بتتشكل على طريق إنه والله هذا زلمة عنده أصوات كثيرة لازم نجيب واحد من العيلة هاي، لا ينظروا إلى الكفاءة، عم بشكل كتل إنه المهم إنهم ينجحوا. هاي تقريبا أكثر الشغلات اللي بنواجهها. هلا في عندنا مبدأ على قولتك أنت في الإدارة، إحنا ما فيش يعني رئيس قوي،
في مجلس اداره ضعيف. هلا مجلس الرئيس ما فيش له يعني غير دوره كهذا عامل مرجح في التصويت. فمشان هيك اذا في مجلس اداره قوي يعني بيكون الشغل كله ماشي كويس. امتى بيستفرد الرئيس؟ لما يشوف مجلس اداره ضعيف. وللاسف في كثير من مجالس الاداره ما عندهم خبره هذول، فمشان هيك الرئيس بتلاقيه يعني بيقود كل المجلس لحاله. فهذا اللي بقدر احكيه على النقطه هاي. تسلم دكتور، شكرا. يعني هي احدى مشاكلنا يبدو انه اجتماع الهيئه العامه اللي يفترض انه يكون في مساءله للهيئه العامه، للهيئه الاداريه عفوا، بتيجي المساءله لكل اعضاء الهيئه الاداريه مره واحده، يعني اللي اشتغل واللي ما اشتغل نفس الكفه، ما حدا بيعرف مين اشتغل ما اشتغل، مين اجى وقضاها طول الوقت، ما ترك اثر في الجمعيه الخيريه الشركسيه، ولكن كان شاغر لمكان معين. وبالتالي يمكن لازم يكون في نوع من المحاسبه لكل فرد بفرده. نعم. يعني يمكن هذا بيحل شوي من المشكله دكتور خلدون. اكيد يعني بحل من المشكله هاي. بعدين اللي هو انت يعني لما تيجي على حتى على مستوى النشاط في الجمعيه، يعني كهيئه اداريه المفروض يكون تواجد جميع اعضاء الهيئه الاداريه. في اغلب نشاطات الهيئات الاداريه بيحضر واحد او اثنين. فيعني مش عارف، انت بتدخل هيئه اداريه ما في عندك وقت تشارك في نشاطات الهيئه الاداريه اللي بتسويها، شو بتتوقع منه يعني؟ فمشان هيك اللي بده يتفرغ للجمعيه المفروض يعطي حقه، يعني يتفرغ بشكل كامل للجمعيه، او لا يدخل يعني على اساس بس زي ما تفضلت انه مجرد انه تعبئه اعداد بمجلس الاداره، رقم في مجلس الاداره. يا بدخل يشتغل ويخدم المجتمع الشركسي ويكون فعال في دوره، او ما يدخلش بالمره احسن يعني. باش مهندس كمال، بدي ادخل على موضوع اخر اللي هو بالنسبه للنظام تبع الجمعيه الخيريه الشركسيه. بيحكي على انه الجمعيه الشركسيه تخدم اعضائها، ولكن هل فعلا دور الجمعيه الخيريه الشركسيه لازم يمشي حسب النظام؟ مع انه نعرف انه الجمعيه الخيريه الشركسيه بتخدم المجتمع، بتخدم العائلات المستوره، بتخدم كافه نواحي الحياه، حتى بتدخل على المواضيع الاجتماعيه، احيانا ثقافيه، احيانا فنيه اجتماعيه، وحتى سياسيه، عم تدخل على قضايا العلاقه بالمؤسسات الشركسيه اللي خارج الاردن. فهل الجمعيه الخيريه الشركسيه كما ينص النظام الداخلي تبعها يجب ان تخدم اعضائها نقطه، ولا الجمعيه الخيريه الشركسيه اصبح دورها اوسع بكثير من هيك، ومش بالسهوله انه نترك الموضوع بانه فقط خدمه الاعضاء؟ تفضل باش مهندس. يا سيدي شوف، الجمعية عدد أعضائها حوالي تصور 4000 شخص، 4000 عضو. مش معقول هاي كل هالنشاط وكل هالعمل هذا يكون موجه لأعضاء. يعني العمل عمليا قاعد يوجه بالدرجة الأولى إلى أفراد المجتمع الشركسي في الأردن، وإلى المجتمع الأكبر كمان اللي هو اللي عايشين فيه. وهذا بيبين في القضايا اللي مش المساعدات للأفراد أو العائلات في حالات معينة، مساعدة مالية، لا. كانت الجمعية يعني مثلا أعطيكم مثال. أنا في هذا كان في إحدى أخواتنا اللي في مجلس النواب، أول امرأة دخلت مجلس النواب، اصطدمت بقضية يعني بينها وبين زميل لها في المجلس. فهذه قضية سياسية خارج نطاق العمل التطوعي والعمل الخيري. فالجمعية فعلا، وأنا كنت يعني من الأعضاء اللي مساهمين في هذا النشاط، كان الهدف إنه أختنا تأخذ حقها الاجتماعي بسبب ما تعرضت له، وإنه تكون هذه بداية لمحبة ولنشاط وتعاوني بيننا وبين العشيرة الأخرى، وبيننا وبين العشائر اللي بتمثل هذا الوطن الجميل. ووصلنا إلى
اجتماعنا كان بجلالة الملك المغفور له الملك الحسين المعظم. لما رحنا للقاء الملك ما كنا متفقين بين بعضنا، لكن حنكة جلالة الملك في ذلك الوقت ما تطرق إلى الخلاف، تطرق إلى المحبة والأخوة اللي بيننا بين أفراد المجتمع الأردني، وهذا أنهى الخلاف بشكل يعني تلقائي. وهذا كان واحد من نشاطات الجمعية الخيرية الشركسية، يعني ما كانش في جهات أخرى تتولى هذا الموضوع. فهذا مثال، وهناك أمثلة كثيرة يعني. مثال مثلا الأزمة السورية وما تقدم. صحيح طبيعة العمل كانت طبيعة يعني خيرية ومساعدة الناس اللي واقعين في أزمة، لكنها أيضا كانت نشاط سياسي على مستوى الدولة وعلى مستوى الإقليم. وحتى طبعا ما بدي أنكر دور المؤسسات الرديفة التي أنشئت فيما بعد، زي النوادي، نادي الجيل والنادي الأهلي، زي المجلس العشائري، المؤسسات اللي كانت تقوم يعني تعود للجمعية، زي المدرسة، زي المطعم السماور. فكلها هاي يعني شغلات ما بنقدر نحصرها في نطاق العمل التقليدي في الخيري بالبعد الخيري. هو أكبر من ذلك بكثير، هو نشاط اقتصادي، هو نشاط تعليمي، هو نشاط للحفاظ على اللغة الشركسية، ثقافي. يعني كل هاي الشغلات تقريبا قاعدة بتتم تحت مظلة الجمعية الخيرية الشركسية. هون بدي أتطرق إلى شغلة حكاها الدكتور خلدون، اللي هي الخلافات اللي بتصير بين أعضاء الجمعية لما يصير الموضوع شوية شائك. هون عدم وجود خبرة مجتمعية في طرح وحل المشاكل اللي أكبر من أعطوا فلان 10 ليرات وأعطوا فلان 50 ليرة وساعدوا طالب يجي يروح على نالشك. يعني الشغلات اللي بنقدر نعملها بشكل والكل متفق عليها، لكن في شغلات بتكون في موضع خلاف، زي موضوع الاستثمار مثلا. موضوع أرض حنوطية لما يطرح بتلاقي إنه في وجهات نظر مختلفة ففي داخل الجمعية وفي المجتمع حتى اللي بتمثله الجمعية، اللي هو المجتمع الشركسي. يعني كل إنسان بيشعر إنه هذه الأملاك اللي تملكها الجمعية هي جزء من أملاك اللي تعود له بالمحصلة، فبيحاول إنه يساهم فيها إما بوجهة نظر أو بجهد أو أحيانا تروح للانتقاد، يعني لما ما يعجبه القرار اللي اتخذ أو الطرح اللي موجود على الساحة. أنا لم ألحظ خلال خلينا نقول 40 سنة من العمل في الجمعية إنه الخلاف تحول إلى طوشة مثلا، أو إلى خلاف بين شخصين لا يمكن حله. في إحدى المرات أنا كنت يعني في الهيئة الإدارية، وصارت النقاط طرحت خلافية يعني، وأنا شخصيا تأثرت بذلك، لأنه أنا لاحظت أنه في بعض الناس في الهيئة الإدارية بفوت وما بيحكي ولا كلمة، يعني لا بيشاهم بالنقاش ولا بيطرح رأي ولا شيء، بضله قاعد بيستنى. إذا حكيت على وادي السير بيصحى، إذا حكيت على ناعور بيصحى، إذا حكيت على النادي اللي هو بنتمي له بيصحى. غير ذلك ما بيساهم بأي شيء في القضايا المطروحة. فمثل هذول الناس لما أنا تعرضت للانتقاد شديد بسبب ما أقوم فيه من نشاطات، أنا قلت أنا خلص لحد هون وبس، يعني بدي أترك الهيئة الإدارية.
فلحقني برا رحمة عصام الحسن، قال لي يا زلمة أنت إذا بتروح هذا النشاط اللي أنت بلشته وبدك تشتغل فيه ما راح حدا يعمله، فأنت بتضر يعني المجتمع كله، مش بس يعني مش بس بتسجل موقف. وأنا وياه رجعنا على الهيئة الإدارية وقعدنا وكملنا يعني في الفترة هذه. ففي وسائل يعني إنه الإنسان يتفادى الخلاف لما يصير في قضية رأي عام، وقضية بتهم كل المجتمع. مفروض إنه يتنازل عن كبريائه الشخصي، يتنازل عن اهتماماته اللي أتت فيه إلى الجمعية كعضو بالهيئة الإدارية يعني. بس يمكن النظام الأساسي للجمعية الخيرية الشركسية بحاجة إلى تعديلات معينة اللي تشرك أعضاء الهيئة العامة أيضا في النشاطات، يعني ما تخلي. بل اليوم أنا قريته عدة مرات النظام الأساسي، حتى لما صار في محاولة لتعديل بعض الفقرات فيه، منها الفقرة اللي أثروها الإخوان اللي هي إنه الجمعية تخدم أعضائها. هي الجمعية صحيح مكتوب هيك، لكن هي تخدم المجتمع الشركسي بشكل عام، والأمة الشركسية أيضا اللي متواجدة في عدة بلدان. أعطيكم مثال، لما قبل كم من يوم إجوا ضيوف على الأردن اللي مشان يعني يشاركوا مع نادي الجيل الجديد اللي أنا تشرفت برئاسته في فترة من الفترات كمان. شافوا إشي قالوا هذا إحنا مستحيل، ما كنا نتصور إنه في شركس عندهم هاي الإنجازات في العالم. سواء طبعا حجم الاستثمارات اللي موجودة، تنوعها من مدرسة ومطعم إنتاجي ورياضة أخرى، نادي ثقافي، نادي ينشر يعني الثقافة الشركسية بشكل أو بآخر، في اختصاصات، في عدد هائل من الإخوان الداعمين لهذه الجمعية، اللي هم منهم الدكتور، منهم المهندس، منهم الأخصائي المالي وأخصائي يعني العمل العام بأشكاله. فكل هذول الناس برأيي بشكلوا الواقع الحقيقي للجمعية الخيرية الشركسية، والجمعية يجب أن تعمل بهذا النطاق وتتوسع فيه، وجميع الأعضاء جميع الراغبين في العمل في الجمعية مفروض أنه يكون عندهم اطلاع على هذه القضايا، وعندهم الرغبة أنهم يصرفوا الوقت الخاص بهذا الموضوع والجهد الخاص بذلك الموضوع، يكونوا مستعدين. وكلهم يعني بجوز يكونوا عندهم كفاءات شخصية كثير كبيرة في مجالات معينة، يعني ما ضروري انه يكونوا بس مجرد قاعدين يعني بيستمعوا للي بيحكي الحكي اللي بيصير، ويستثاروا لما تثار قضايا معينة سواء مناطقية أو تتعلق بأشخاص معينين. أشكرك باش مهندس. أستاذ أسامة، يعني أنا بدي أسألك سؤال وجهه صديقنا رائد حكيم حدغاث، يعني قد يكون له علاقة بالموضوع الموضوع الإدارات وأسباب الخلافات اللي بتصير بيناتهم. وأنت كنت بالهيئة الإدارية الحالية. أستاذ أحمد كنت استقالتك، فالأستاذ رائد بيسأل السؤال التالي: تحياتي، وأوجه سؤال للسيد أحمد أبدا، بحكم أنك كنت ضمن أعضاء الهيئة الإدارية الحالية قبل أن تستقيل، ما هي أهم الأسباب التي دفعتك أنت شخصيا للاستقالة، إذا كنت ترى أن الاستقالات قد تعيق العمل؟ وهل تعتقد أنها مؤشر على أنه لم يكن هناك تخطيط مسبق ومدروس عند تشكيل الكتلة واختيار أعضائها من حيث الانسجام والتوافق على تنفيذ برامجهم
وما هو تصورك للمرحلة القادمة ومتطلباتها؟ تفضل أستاذ أسامة. أستاذ أحمد. ما بعرف منين جبت أسامة، بس يلا. بعرف. أنا بوجه تحية للأستاذ رائد حكيم من هون، وسؤاله حيوي، وسؤاله بيمس المرحلة اللي احنا عايشين فيها بالضبط، يعني ما بعد كتير. هلا سؤاله انا بقدر احطه بصيغه ثانيه، ما هو سبب الازمات اللي تعرض لها الهيئات الاداريه؟ بحكيش عن هيئه اداريه واحده بس، يعني بشكل عام بهيئات اداريه كلها، مع انه احنا الهيئه الاداريه تبعتنا فعلا كان موضوع الخلافات بيناتها صادم، لانه كانت ترفع شعار الاخاء، والاخاء معناته شيء كبير مش شيء بسيط، يعني هذا بالنسبه لنا كان شيء مقدس احنا، انه بعدين انه يتبين انه طلعنا احنا مش على قلب رجل واحد. في العمل التطوعي يا سيدي هناك اجتهادات وجهات نظر مختلفة، ممكن أن تتفق وممكن ما تتفق مع غيرك، بس احنا هلا المشكلة وين بتكون؟ بجوز شخصنت الأمور زي ما حكى قبل شوية، إنه إذا أنا حكيت رأيي وما عجبك، أو لأنه مجرد رأي أحمد، أو لأنه مجرد رأي الدكتور باسل، ما بديش أقبله حتى لو كان صح، أو حتى لو كان في مجال أن نحكي ونتعاطى فيه. فموضوع شخصنة الامور كان خطا. اثنين، الكتله كلها اللي تاسست كتله الاخاء، طبعا الكل عارف طريقه انشائها وطريقه تواجدها على الساحه. ما كان في برنامج، خلينا نقول انه اللي يشمل كل اعضاء الكتله اللي تاسس لك، لانه كانت الكتله مبنيه على هرميه معينه بعيده عن المرحوم ابو تامر، وبعيده عنا احنا الخمسه الاخرين اللي استقلنا مع بعض بين الاداره. فالمخطط او البيان الانتخابي او الخطه اللي كانوا بدهم يشتغلوا فيها على الجمعيه هم بيسووها وانشأوها وعملوها، وكانوا متفقين بين بعض عليهم، لكنه احنا دخلنا على الخطه هذه نتيجه الظروف اللي صارت هذه كلياتها. فهنا صار في عدم خلينا اقول وطرحنا انه ليش ما نبلش احنا بالخطه تبعتكم مشان نبلش نشتغل فيها. الشغله الوحيده اللي عملناها من الخطه انه اجتمعنا مع الاخ زيد قردن وكمان اخت كريمه بيشتغلوا بتقييم الجمعيات وادائها وبيعطوها العلامات اللي وقعدنا تقريبا 4 ساعات احنا بنناقش موضوع الجمعيه وبنحكي فيه وبنساله اسئله واحنا بنجاوب. بنهايه اللقاء تبين انه نتيجه اللقاء كلها للاسف الشديد انه جمعيه خيريه شركه سيل اللي عمرها من اللي تم انشائها من سنه 1930 هي عباره عن جمعيه مبتدئه. فلما تسمع النتيجه هذه الصادمه رغم هالامكانيات اللي موجوده، رغم الاسيتس، رغم هالادارات، رغم هالعمر، وتسمع بالنهايه انه هلا بعد تقريبا 90 سنه انه جمعيه مبتدئه، فهذا موضوع صادم كثير. اختلافنا كشخصيات، او خلينا اقول انه شو كان موجود من قبل ما احنا نفوت على الاداره على الكتله هذه، هو كان سبب رئيسي بزعزعه الوضع اللي كان موجود. النقطه الثانيه انه خلص احنا بدنا هيك وخلص انتهى هيك، ما في شيء بدنا هيك وانتهى، لا، هذا موضوع احنا قاعدين هنا مش ببيت احمد ابيده ولا ببيت سين من الناس ولا بصاد من الناس، احنا قاعدين هون عماله بنقود سفينه بتهم المجتمع الشركسي كامل وبتعني كل المجتمع الشركسي كامل، واكثر من هيك بتهم المجتمع الاردني، لانه احنا انسالنا باسئله كثير عن بعد هالاشكالات اللي صارت هذه، قلنا شو اللي بصير عندكم قاعد انتم؟ فهذا الشيء كان كمان حتى صادم للناس اللي بيعرفونا احنا على طبيعتنا وبيعرفوا اخلاقنا وبيعرفوا كيف تصرفاتنا وسمعتنا. فسؤاله لأخ رائد اتمنى اكون انا جاوبت عليه، يمكن ما بديش افوت اكثر بتفاصيل، لكن برجع بقول زي ما حكيت من قبل، الخطا مش بالجمعيه، الخطا فينا احنا وبطريقه تعاطينا وفهمنا للعمل التطوعي، او اهدافنا اللي اجينا مشانها على الجمعيه. اللي بده يجي على الجمعيه بده يجي عشان عمل تطوعي، بده يكون عارف شو هموم المجتمع، شو هموم الجمعيه، شو تطلعاتها، شو حاب يكون. يعني هسه احنا بنيجي بنقول هون الجمعيه هذا بعد 10 سنين كيف بدها تكون؟ شو بدها تكون حققت؟ لغايه هسه احنا ما بنقدر نجاوب هيك سؤال. فمن هنا في موضوع مهم كثير بنطرح وسؤال كثير بنطرح، لايمتى الحكي هذا؟
امتى بده يسلموها ناس، امتى بده يجي ناس اللي يخططوا لها، يعملوا لها، اللي يجهزوا لها، اللي تخليه الواحد بيطمن على امن، على مستقبل وامن اولاده بالمستقبل. يعني برضه احنا عشنا فتره وكانت مستوره، لكن اللي جاي صعب، مو اللي جاي مو سهل. في كثير تغييرات على المجتمع الاردني، وتغييرات سياسيه، تغييرات اجتماعيه، تغييرات اقتصاديه. اذا احنا ما استوعبناها وما فهمناها وصرنا نحاول ان نرفع من مستوى، نرتقي في عملنا في الجمعيه لهذه التغييرات وندركها، فاحنا راح نكون خسرانين كثير. فبرجع بقول الاستاذ رائد شكرا على سؤالك، ولكن الاستقالات ومن غير ما ندخل في تفاصيل، احنا كاشخاص مسؤولين عنها، مش عمل الجمعيه فقط لا غير. اشكرك استاذ احمد. دكتور خلدون، يعني احنا لا شك بانه شفنا انه اخر هيئتين اداريات كان في بيناتهم خلاف، يعني خلاف كان واضح، وحتى كمان الخلاف ادى ل انه الناس تعيق عمل بعضها البعض. يعني ما بنعرف هل بالصدفه صار انه اخر هيئتين اداريات صار فيهم هذا الخلاف الشديد اللي خلى فيه انقسام واضح. يعني احنا كنا نشهد اول انه في شخص بياخذ على خاطره وبزعل، بس مسيره الجمعيه بتمشي، بتخلوا عن شخص واحد بيستقيل، 3 4 بيتم تجميدهم بشكل او باخر. لكن في المرحله الاخيره هيئتين اداريتين ورا بعض الخلافات كانت تقسم الاداره قسمين على الاقل يعني، وهذه الاقسام كانت تخلي الهيئات الاداريه بشكل او باخر العطاء تبعها يكون يعني يخف عن ما هو مأمول منهم. يمكن يكون الوضع له علاقة بجمعية مسؤولياتها كبرت، صار في أمور كثيرة أوسع، أعداد المجتمع الشركسي واللي بتلقوا الخدمات ممكن يكون أوسع، ولكن في المحصلة إحنا عم بنشوف إنه في ثغرة معينة. يعني إذا استمرينا بهاي الانقسامات في الهيئات الإدارية راح يكون عندنا مشكلة. يعني 9 سنين ورا بعض يكون في تجميد للجمعية الخيرية الشركسية، لابد من انه حدا يدق ناقوس الخطر. فبالنسبه للكتل المترشحه دكتور خلدون، شو بتنصحهم؟ ما رايك؟ شو بتقدر تتوجه لهم بحيث انه التجربه ما تتكرر، وانه فعلا يكون في عندنا تغيير ايجابي، تغيير بيخلي الهيئه الاداريه القادمه فعاله وتعوض ما ضاع علينا خلال الفتره الماضيه؟ تفضل دكتور. شكرا لك اخ باسل. بس بحب اعلق على نقطه واحده اللي هي انه دور الجمعيه لا يقتصر على الاعضاء. صحيح هذا موجود في بند الجمعيه الخيريه الشركسيه في قانون الجمعيه الخيريه الشركسيه في الماده 7. البند الاول بيحكي القيام بالاعمال الخيريه لابناء المجتمع المحتاجين. النقطه 3 بتحكي العمل على دوام حسن التفاهم بين الاعضاء والمجتمعات التي يعيشون بينها. في الماده 8 بتحكي تقدم الجمعية خدماتها لجميع المواطنين على السواء. في المادة 41 عندنا بتحكي تسعى الجمعية إلى تحقيق الصالح العام من خلال المشاركة في عملية تنمية المجتمع وتطويره. فيعني مش مقتصر على أعضاء الشركة عمل الجمعية، حتى في نظامنا الداخلي. هلا بالنسبة للكتل شو بنصحهم؟ يعني الكتل طبعا كلنا احنا دخلنا كتل، الاعضاء الموجودين هلا حاليا، وشوفنا شو في معيقات بتسبب بنواجهها داخل الهيئات الاداريه. اول شيء بحب يعني بنصح يعني هاي طبعا احنا قرار ارشاداتنا يعني باخذوا ما باخذوا فيها هم حرين. اول شيء اختيار اعضاء الكتله على مبدا الكفاءه وليس قوة الأصوات العلم. يعني هذا صحيح نقطة جدا مهمة. كل يعني واحد بده يشكل كتلة أول شيء بفكر فيه بده ينجح، بده أصوات. فمشان هيك عم بدوروا على الأصوات وما بدوروا على الكفاءات. هذا 1. 2 أنصحهم إنه يعملوا كفريق واحد، تكون لغة الحوار أسلوب التفاهم بيناتهم، الانصياع للديمقراطية فيما بيناتهم عند اتخاذ أي قرار. أنصحهم يعني على رأي الصدع الموجود في المجتمع الشركسي الآن. الصحيح إحنا في المجتمع الشركسي عمره ما كان عندنا هاي الانشقاقات اللي موجودة حاليا، ما ظهرت على الشاشة بهذا الشكل الكبير. يعني بتحكي هذا الإقليمية خلينا نقول
والمناطقيه عم تزداد، وهذا شيء منبوذ. يعني الكل لازم يقف ضد هالشغله، كلنا شركس وكلنا لازم نشتغل بيد واحده، كلنا لازم نشتغل على قلب رجل واحد. ما بصير نحكي هذا من هون هذا من هون هذا من هون. فهاي كمان من اسباب الاختلافات اللي عم تشكل في داخل الاداره. يعني مجلس الاداره لما بيجتمع، هذا بيقول لك لا انت بتشد مع جماعتك، هذا بيقول انت بتشد مع جماعتك. فرجاء كلنا لازم نشد للشركس للشركس للشركس، ما في شيء غير نشتغل للشركس. بدنا ننبذ كل الاقليميه هاي الموجوده بيناتنا. وهاي النقاط اللي عم بشوفها في اخر هيئتين اداريتين ظهرت بشكل كبير ومنتشر. فان شاء الله تعالى نحاول نسيطر على هذا. الشغله الثالثه اللي هي بنصحهم على المكاشفه والشفافيه للهيئه الاداريه في اعمالها. شو بتسوي كله، خلي يكون في مكاشفه وشفافيه لاعضاء الهيئه العامه على اساس يعرفوا شو بصير داخل الجمعيه، ما يصير على صفحات التواصل الاجتماعي سووا هيك ما سووا هيك. فما كل شغل لما يكون مكشوف وامام الهيئه العامه بيكون افضل. بعدين انا بطلب من الهيئه الاداريه اللي بدها تيجي انها تعمل على تفعيل المادتين، او تحاول انها تعدل على مادتين. اول شيء اللي هي اختيار رئيس، والاختيار رئيس واعضاء مجلس الاداره. المصيبتنا الكبرى انه بيجي عندنا رئيس عمره ما اشتغل الجمعيه، ما بيعرف شو طبيعه العمل التطوعي. فهون بتبلش المشكله. حتى يكون رئيس يعني مفروض يكون ضمن النظام، شيء بحد انه خليه يكون خادم اجباري لدورتين في احد الفروع او في المركز في الهيئه الاداريه قبل ان يصير رئيس. منه في هاي الفترتين هذا بيتعرف على طبيعه العمل الاجتماعي، بشوف شو انه هل انه بيقدر يكمل ما بيقدر يكمل. فللاسف احنا كل اللي عم بدخلوا على رئاسه المجالس الاداره عم باخذوها برستيج. يعني ما كانوا داخلين في الجمعيه، طب بصير بده رئيس جمعيه. يا اخي اهلا وسهلا، تعال رئيس جمعيه، اشتغل في الجمعيه قبل لا تيجي على الجمعيه، مش اول ما تيجي بدك تصير رئيس جمعيه. فهذا كمان من احد النقاط الرئيسيه اللي بتواجه المجتمع الشركسي. الرئيس اغلب، معناش نقول اغلبهم، اما كثير من اللي بترشح على الرئاسه ما بيكون داخل الجمعيه، ما بيعرف شو طبيعه العمل الاجتماعي، ما له خبره في هاي هذا. فمن هون بتولش الاختلافات داخل الاداره. بعدين بطلب من الهيئه الاداريه اللي بدها تيجي هاي انها تفعل الماده 12 من النظام، اللي هي اللي بتحكي يعتبر العضو فاقدا لعضويته حكما في حال عدم دفع اشتراكاته لمدة 3 سنوات. وللأسف في كثير صار لهم سنين مش دافعين اشتراكاتهم، هذول حكما كلهم يعني مفصولين من الهيئة العامة. فبدنا هيئة إدارية قوية تتخذ قرار بحيث إنه هذول اللي صار له 15 20 سنة 30 سنة مش دافع ولا مر على الجمعية، ليش بتضلك مسجل عضو وبتسجل عليه؟ اصلا حكما ما بصير يتراكم عليه اكثر من 12 دينار، من 18 دينار حسب النظام الجديد. يعني ثلث سنه وينفصل، اللي عليه 150 اللي عليه 160 اللي عليه 180 هذا فاقد عضويته حكما من زمان. فما بصير الطالب اصلا. نرجو من الهيئه الاداريه اللي بدها تيجي انها تفعل هاي النقطه. والشغله الثالثه هي يعني اللي بحب اركز عليها، انه احنا ابناء المجتمع الشركسي خلي الجمعيه تكون بيت هيك، بيت الام الحاضنه لكل الشركس، تلم كل الشركس وتحاول انه يعني تخلي الاسلوب المحبه والتراحم بين ابناء المجتمع الشركسي، لا يظل بيناتنا التنافر والخلاف والانشقاق في هذا المجتمع الشركسي. وشغله ثانيه بحب اركز عليها كمان هي انه يعني صحيح التضارب في مؤسسات المجتمع الشركسي، يعني يكون في هناك لجنة تنسيق بين مؤسسات المجتمع الشركسي. يعني بتلاقي فعالية في نفس اليوم في مؤسستين أو 3 مؤسسات شركسية. يا أخي ما بصير هذا الحكي. فخليهم يعني قدر المستطاع يصير في تنسيق بيناتهم، مش يعني كلهم ينشنوا على ذاك اليوم يسوي فيها الفعالية. لازم يكون بيناتهم اللي هو اللجنه مشتركه بتنسق بيناتهم، خلينا نقول فعالياتهم نشاطاتهم، على اساس ما يصير في تضارب الفعاليات هذه. وهذا هو اكثر شيء بقدر اقوله لكل اللي بدهم يدخلوا في الهيئات الاداريه، وان يتقوا الله في مدرسه الامير حمزه والمطبخ الشركسي. وشكرا. العافيه. تسلم دكتور. استاذ احمد ابيده، ولا احنا هلا حاليا مع الدكتور كمال، الدكتور عفوا المهندس كمال.
يعني حضرتك مخضرم بالهيئات الإدارية في الجمعية الخيرية الشركسية، أكثر من مرة دخلت على هيئة إدارية، وصار لك فترة طويلة بعيد عن الهيئات الإدارية. لا شك بأنه في مشاريع معينة في بالك كان أفكار لم تنجز، ولو عدت إلى الهيئة الإدارية كان من الممكن أنك تستمر فيها، تعطيها أولويات. لو عدت إلى الجمعية الخيرية الشركسية، ما هي الأولويات اللي أنت ككمال جلوقة كاهتماماتك، إيش الأمور اللي أنت ممكن أنك تأخذها وتشتغل فيها وتهتم فيها وبتتمنى أنه الهيئات الإدارية القادمة يهتموا فيها؟ تفضل باش مهندس. يا سيدي، أنا كشخص يعني لم أبتعد عن الجمعية. صحيح ما كنت راغب في الدخول في الهيئات الإدارية في الفترة يعني الماضية، في آخر يمكن 7 8 أو 10 سنوات، لكن كنت أساهم في عمل اللجان، وكنت يعني مرة مثلا اقترحت أنه نعمل لجنة اقتصادية لشعوري بأنه الجمعية يجب أن تهتم بالجانب الاقتصادي، وتم تشكيل اللجنة، وأنا كنت يعني من بين الأعضاء اختاروني أن أكون رئيسها. لكن ما قدرنا نشتغل لأنه يعني اكتشفنا أنه إحنا اللي أعضاء اللجنة لسه مش المجتمع العام ولا الجمعية بشكل، الهيئة العامة للجمعية، بعيدين عن القدرة على إيجاد مفهوم موحد ومتكامل للعمل الاقتصادي. فالجمع بالآخر اكتشفنا أنه الهيئة الإدارية ألغت هذه اللجنة، وكل واحد منا روح على بيته. مرة ثانية أنا عملت محاضرة وأنا مختص في هذا الموضوع، يعني اللي هو الاقتصاد الحضري. أنا دارسه بالجامعة ومتعامل فيه بحياتي المهنية، إنشاء أمانة أعمال الكبرى، مع أنه كل المجتمع الأردني كان رافض للفكرة. طبعا ممثلي المجتمع الأردني، مش المجتمع الأردني بالذات، يعني رؤساء البلديات كانوا رافضين، الإدارات المختلفة كانوا رافضين، وصلوا لرئاسة الوزراء أصبحت غير متحمسة يعني مجلس الوزراء ما كان متحمس للفكرة، وصلوا لجلالة الملك انه هذا عش دبابير وافضل انه ما ندخل فيه. وعندما سئلت كيف بدك تصرف على هذه المؤسسة الكبيرة، وكان كل 27 بلدية دخلهم الإجمالي 32 مليون دينار في السنة، بينما أنا عم بحكي عن مشاريع كل واحد منها بكلف 100-150 مليون. فكيف بدك تصرف على هاي كل الشغلات هذه في مؤسسة بهذا الحجم؟ قلت لهم احنا في عنا على المواطنين 500 مليون دينار، يعني حسبناها من الواقع، من سجلات كل هاي المؤسسات، في لهم مبالغ غير مستوفاة من الضرائب والرسوم، لأنه طبيعة عمل البلديات عندنا في الأردن كانت يعني حك لي بحك لك، مش عمل مؤسسي خلينا نقول. فبالآخر اقتنعوا، وجلالة الملك يعني بارك الفكرة، وصارت أمانة أعمال الكبرى. وهذه الأمانة خلال 20 سنة جابت 30 مليار دولار، مليار وليس مليون. واستطاعت أنها تعمل إشي زي جسر عبدون بإمكانياتها الذاتية، بالإضافة إلى مشاريع كبرى وصغرى، يعني في أماكن مختلفة من منطقة الامتياز تبعها. فشخص عنده يعني مساهمة مثل هاي على المستوى الوطن، لما يحكي بالاقتصاد ما بيحكي من فراغ، بيحكي من حاجة هو يستشعرها في تنمية هذا المجتمع. وكان يعني المحاولة الأخرى إني أحط بدائل في محاضرة علمية لاستغلال موقع حضري اللي هو أرض حنوطية.
لكن هل الهيئة الإدارية ولا واحد منهم حضر شخص واحد وطلع من نص الجلسة، ولاحظت أنه هم غير معنيين بالموضوع، ويمكن كان في براسه بشيء ثاني ما بعرف. وسمعنا بعد فترة أنه كانوا هم يحاولوا قاعدين بيشتغلوا على موضوع يعني له علاقة بالأرض هذه. إحنا كمجتمع صحيح بعض الأشياء استعينوا على قضاء أعمالكم بالسر والكتمان، يعني هذا مفروض يكون موجود، واحد من الدساتير المهمة، خاصة في قضية ذات أبعاد مالية كبيرة بهذا الحجم. لكن أيضا هناك حاجة إلى تبادل الرأي وإلى الديمقراطية المعينة في صياغة الأفكار. فمثل هذا النشاط في أكثر من شخص في المجتمع الأردني. كان في إحدى الهيئات شاب مسؤول عن تنمية المؤسسات الصغيرة بيشتغل في الدولة. كان في شخص آخر مسؤول عن الاستثمار. هؤلاء لم يسمع رأيهم ولم يسمح لهم بالعمل بحرية، وجزء منهم انسحب وجزء منهم ما انسحب، ظلوا موجود لكن ما حدا شافه. فكل هاي القضايا قضايا تهمني وتهمك وتهم كل واحد، فرد أردني وفرد شركسي. باجي بالآخر للموضوع الأكبر والأعم اللي هو الجمعية الشركسية العالمية اللي مركزها حاليا في الجمعية الشركسية في الأردن. كان لها مساهمة ودور كبير في إنشاء الجمعية الشركسية العالمية من خلال المؤتمر الثقافي الأول والمؤتمر الثقافي الثاني. هو ثاني بلش، الأول لأنه كان في تركيا. وساهموا بإنشاء هذه المؤسسة، ليكتشفوا بعد فترة أنه هذه المؤسسة سيطرت عليها الأجهزة الأمنية في روسيا، وأصبحت عاجزة عن أداء أي دور في يتعلق بالأمة الشركسية. ومع الأسف إحنا كجمعية لم نقم بدورنا في طرح هاي القضية المهمة بشكل صحيح وبشكل مناسب، بحيث أنه نعيد إعمار المؤسسة اللي إحنا ساهمنا في إنشائها، اللي هي الجمعية الشركسية العالمية. أشكرك يا باشمهندس. أستاذ أسامة، يعني حضرتك من أحمد مش عارف مصر دكتور، مصر أحمد لازم عندك موعد مع أسامة ظاهر بعد شكله لازم نستضيف. طيب أستاذ أحمد، حضرتك أحد المؤسسين لمجموعة الأسرة، وبنفس الوقت من الناس الفعالين حاليا بهاي المجموعة. يعني احنا دائما بنحكي انه الأسرة هي مجموعة حوارية على السوشيال ميديا، على الواتساب بالذات يعني بلشت، وهلا حاليا على الفيسبوك كمان موجودين. مع انه بعض الناس بيعتقدوا انه لما نحكي الأسرة وكأنه عم نحكي عن مجموعة هيك حزب ولا ناس متفقين، لا، هم مجموعة يعني مش متفقين بالآراء، مش متجانسين بالآراء، بالعكس هم مجموعة حوارية. ولكن الفرق بينهم وبين أي مجموعة تانية حوارية إنه عم بينزلوا على أرض الواقع وبيقولوا إحنا بدنا نعمل اجتماعات، بدنا نعمل ورشات عمل، بدنا نعمل كتاب نبعته للجمعية، نطلب منهم يا هيئة إدارية كيف بنقدر نساعدكم. فهي صحيح إنها سوشيال ميديا، مجموعة سوشيال ميديا، مجموعة حوارية. ولما نحكي حوارية معناته غير متفقين بالرأي ولكن يتحاورون مشان يصير في عوامل مشتركة بيناتهم. أستاذ أحمد، أين وصلت مجموعة الأسرة وما هي الأفكار اللي عم تطرحها بالساحة؟ تفضل. أشكرك، بس تسمح لي قبل ما أجاوب على هذا السؤال بدي أرجع شوية لسؤال الأخ رائد حكيم والسؤال اللي طرحته على الدكتور خلدون. بدي أجاوب عليه بطريقة أنه بجاوب على السؤالين، بيوضح النقطة أكثر. هلا كان سؤال أخونا رائد عن هيئتنا الإدارية اللي كنا فيها والاستقالات،
والسؤال ماذا تنصح الكتل المترشحة للدكتور خلدون؟ أظن أنه اثنين مترابطين بشكل ما بالموضوع هذا، فبدي أجاوب عليها من خلال أكمل نقطة هيك كتبتم. يعني بدي أقول إذا أسباب استقالتنا إحنا وماذا أنصح الكتل المترشحة الشعب، بدي أقول أول واحدة: تعرفوا عن قرب على أوضاع الجمعية وافهموا مشاكلها وهمومها. تعرفوا على هموم وتطلعات الهيئة العامة والمجتمع الشركسي. إذا كان وقتك لا يسمح بالتواجد في الجمعية فلا تدخل في الهيئة الإدارية. الهيئة الإدارية للجمعية ليست مكان للتدريب والتعليم. إذا أردت أن تتعلم فعليك العمل في لجان الجمعية المختلفة. الهيئة الإدارية للجمعية المكان الأمثل لممارسة العادات الشركسية إن لم تكن تعرفها فتعلمها. اختاروا برنامج يلامس الواقع وممكن التحقيق. أكملوا الأعمال الغير منجزة قبل التفكير بمشاريع جديدة. أظن هذول النقاط إنه بيجاوبوا على السؤالين شو اسمه بمرة واحدة. بالنسبة للأسرة، هلا في مثل بينقال دائما إنه أن تصل متأخر خير من أن لا تصل أبدا. هلا الخطوة اللي سوتها الأسرة هذه والشباب اللي أخذوا على عاتقهم القيام بهذه المبادرة، اللي هم من أصلا من أصل الهيئة العامة للجمعية الخيرية الشركسية، ولا نزكي على الله أحد، ولكن بنقول إنه هذول الجماعة غيورين على مصلحة الجمعية، لأنه تحركهم جاء منطلق من الأحداث اللي صارت خلال ال6 سنوات أو ال7 سنوات الماضية وعصفت بالمجتمع والجمعية. إذا احنا احداث احنا بنقول احداث، ولكن هي تغيير في نمط العادات، تغيير في نمط السلوك، تغيير في نمط في اخلاقيات. ما كنا احنا يوم من الايام نتصور ان نوصل لهالمستوى هذا بهالطريقه هاي. لا، خطوه الاسره خطوه مباركه، وان شاء الله تكون نتائجها كما نحبنا ونرضى. الاساس فيها انها حبت انها تاخذ خلاصه الاحداث هذه كلياتها وتقول للهيئة العامة وللهيئة الإدارية بالدرجة الأولى إنه إحنا مشاكلنا تخضع لأسباب أولها عدم الحوار وعدم التفاهم، لأنه ما في عندنا أسلوب حوار وتفاهم بين بعضنا إحنا. فإذا زعلنا من بعض، إذا ما عجبناش كلام، على طول واحد بياخذ موقف سلبي وبيضير ظهره، والأمور عبيدنا تتصلح بدها سنين وبدها أيام وبدها شو اسمه. فالمبدا اللي رافعيته الاسره هسه انها بدها تخلق جو من الحوار الايجابي، جو من التفهم، جو من الانفتاح بين بعضنا، على اساس انه نيجي يا عمي في عندنا مشاكل، خلينا نقعد نحلها، نلاقي لها حل، نلاقي لها مشكله. هلا بجوز انا مش مختص بالاستثمار، بجوز مش مختص بالتكافل، مش مختص باداره مطبخ انتاجي او باداره مطعم سماور او شيء، ولكن في عندي انا بالهيئه الاداريه في ناس مختصين، في ناس اصحاب مهنه، في ناس مخضرمين في المواضيع هذه. ليش المفروض اني انا كهيئه اداريه اني اخذ على عاتقي العمل بكل هذه الامور؟ مش المفروض هيك. المفروض هلا بالهيئه الاداريه حسب المفهوم اللي على الاقل انا بديش اعممه على كل الاسره اللي انا بعتقده، انه الهيئه الاداريه واجبها تكون على الدرجه الاولى على علم ودرايه بفن الاداره. فن الاداره انك كيف تشغل اللجان الثانيه اللي معك، كيف انك تشغل الادارات الثانيه اللي موجوده معك. في عندك مشاريع انت مستلمينها اشخاص معينين، مستلمينها اكيد في لهم خبرتهم، في لهم حتى لو ما كانش لهم خبرتهم بعد هالزمن هذا صار في لهم خبرتهم، صار في لهم معرفتهم. اعطيهم المساحه يشتغلوا، اعطيهم الثقه، حاورهم. لما يغلط البني ادم انت بدك تناديه، بتقعد تعال يا عمي هيك هذا غلط مش صحيح، فهمنا ليش سويته، يمكن عنده سبب وجيه، ماشي الحال. اسلوب التحاور لازم ايش نقدر نعممه على المجتمع الشركه الاسلاميه. بعدين زي ما حكينا انه هسه موضوع انك تدير المؤسسات هذه ومشاريع ناجحه باسلوب التطوع، زي ما حكوا اخواننا من قبل انه ما عاد شيء ممكن، لانه هسه صارت متطلبات هذه المشاريع شيء ثاني مختلف نهائي عن التكنولوجيا، تغيرت، الافكار تغيرت، الموارد تغيرت. زمان كانت على البساطه الامور ممكن
تروح تجيب الموارد اللي بتحتاجها للمطبخ الشركسي من اي بقاله قريبه من جنبك على التلفون يجيب لك اياها. لكن هسه لا، اختلفت الامور. يعني في عندنا شريحه واسعه من المواد اللي مستعمله، ممكن فيها منها شغلات ممكن تستعملها، وفي منها شغلات اذا استعملتها ممكن تضر منتوجك. وهي نفس الماده بتكون مثل البطاطا، فيها 30 40 نوع بطاطا، مش كلها بتنفع للحليبه يعني. فالتطوع هذا صار هلا موضوع انه مقبول في اداره الجمعيه، شرط انه يكونوا على درايه بفن الاداره، وكيف انهم زي ما حكى اخونا كمال قبل شويه، المهندس كمال، انه يكون في عندهم روح الفريق. اذا كانوا متفاهمين واشتغلوا بروح الفريق، وكان في عندهم فن اداره، كان في عندهم مفهوم اداره، اكيد 100% راح يقودوا اكثر من فريق. مش بس يقودوا ايش، انه يكونوا هم فريق متجانس او متفاهم او قادر انه يوصل السفينه هذا لبر الامان ولا المينا المضبوط. هلا بالنسبه للاسره بعد الخبره اللي دامت على مدى اشهر، اظن ادركت وفهمت انه الطريقه الافضل والاسلم والاسرع للقيام بكل هذه الامور هي مخاطبه العقول والضمائر والقلوب وعبر الحوار. فصار لازم هسه احنا نوعي الناس، نقول لهم يا جماعه الخير، هذا اللي بنحكي فيه احنا مستقبل ابنائنا وامن ابنائنا للامام. احنا قلنا قبل شويه انه الاوضاع تغيرت، ما عادت زي اول. فهلا احنا لازم نتعاطى بطريقه ثانيه غير الطريقه الاولانيه. فلازم نيجي ناكل هم مستقبل ابنائنا، وبعدين احنا قبل مستقبل ابنائنا كمان احنا الموجودين عايشين على هذه الارض وعلى هذا المجتمع. في لنا متطلبات كثير لا تزال لازم كمان نراعيها ولازم كمان نشتغل عليها. فخطوه الاسره خطوه مباركه، واتمنى ان شاء الله ايجابيه طبعا جدا، وتحسب للمجموعه اللي فكرت فيها واطلقتها. وندعو الله تعالى انها تنعكس ايجابا على المجتمع وعلى الجمعيه ومؤسساتها، وتكون كمان يتقبلوها الناس لما تنعرض عليهم. هلا بس تنتهي الاجراءات اللي بدنا نسويها ان شاء الله، ونطلع في التوصيه النهائيه انه الناس تتقبلها وتاخذها معايير لاختيار المرشحين اللي حابين ينزلوا لاداره الجمعيه. فقلنا احنا الجمعيه مش مكان للتعليم، اللجان في الجمعيه مكان للتعليم ومكان للممارسه ومكان اكتساب الخبره، لكن اداره الجمعيه نفسها، هيئه الاداريه للجمعيه الخيريه الشركسيه لا تقتصر على اداره الجمعيه، في لها علاقات خارجيه، في لها علاقات مع الدوله، في لها علاقات مع المجتمع المحلي، فيها كثير شغلات. فيا ريت يا ريت ان شاء الله هيك تنتهي على سلام مبادره الجلسات الحواريه والنقاش هيك، وتطلع التوصيات وتنطرح على الهيئه العامه وعلى الهيئه الاداريه للجمعيه الحاليه كمان وعلى المؤسسات الشركسيه، ويتبنوها باختيار الهيئه الاداريه القادمه للجمعيه ووضع خطه استراتيجيه. لانه احنا لازم نعرف هسه لقدام شو وين بدنا نوصل. ما بيصيرش نضلنا ماشيين واحنا مش عارفين وين نهايه الخط تبعنا، ولا شو اللي بدنا نصبح عليه بعد 10 سنين، بعد 15 سنه. ما بدنا نكون زي ما بقولوا كمان الا بالتاريخ عبر، زي ما صار بشركه سوريا ولا شركه ليبيا، ما بينوش الا بحاله الحروب وبحاله المشاكل وشغلات زي هيك. لا، احنا بدنا نكون شركس على طول، شركس زي ما احنا معروفين، شركس منظمين، شركس اصحاب حوار وديمقراطيه، شركس عارفين شو اللي بدهم اياه ولا وين بدهم يوصلوا. وان شاء الله هذه بتكون خطوه مباركه للاسره الشركسيه، وبتكون بالاتجاه الصحيح. اشكرك اخ احمد. دكتور خلدون، يعني انا بدي احنا عم نحكي على اعضاء في الهيئات الاداريه عم بنزلوا، يعني هو يمكن عم بقيم حاله بانه ممكن انه يخدم، ممكن انه يساوي، ولكن النتيجه بس ينزل عم بيصير انه عم بياخذ مكان شخص معين كان ممكن انه يخدم اكثر منه. احنا حاليا عم بيصير في تشكيل كتل. اول شيء بحب اعرف يعني ليش الناس بتحب تنزل على الانتخابات الجمعيه الخيريه الشركسيه؟ هل من باب الخدمه فقط، انه انا والله عندي مؤهلات وبقدر اخدم المجتمع، ام في اسباب ثانيه ممكن تكون؟ يعني هل في مكسب شخصي مثلا اذا كان صار الواحد عضو هيئه اداريه؟ وبنفس الوقت كمان نفس الشخص يعني كيف بيقدر يقيم حاله انه بالمرحله الحاليه انا بفيد اكثر من غيري؟ هل في معايير معينه؟ هل بيقدر الشخص المرشح
يقيم نفسه قبل ما ينزل؟ تفضل دكتور. والله صعب انك يعني الواحد يقيم نفسه قبل لا ينزل، بس بتعرف هو مرات في بعض اللي هو اسلوب اختيار الكتل زي ما رجعنا حكينا قبل شوي، اللي هو بعض العائلات بترشح واحد من عندها هي، يعني خلاص هذا مرشح العائله الفلانيه بينزلوه، فبغض النظر عن كفاءته عن خبرته عن هل هو يعني جدير بهاي المهمه ولا مش جدير بهاي المهمه، فعم بينزل بيمثل العائله. فهذا من احد المشاكل اللي هي مفروض يعني اللي تتبناها العائلات الشركسيه، انه في حين ما بدهم يطرحوا اسم مرشح يمثلهم في الهيئه الاداريه، يا اخي يختاروا عنده خبره مناسب لوضعه في الهيئه الاداريه. اما اللي بده ينزل على راسه بينزل، المفروض يكون يعني مقيم وضعه قبل لا ينزل، هل هو مثلا تواجد في الجمعيه، خدم المجتمع الشركسي، اشتغل مع الشركس، له بصمه في المجتمع الشركسي. هذول كلها معايير ومقاييس انه لازم الواحد يوزن حاله قبل لا ينزل على اي انتخابات. فمشان هيك الانسان اللي بينزل على الانتخابات يعني بحسب حاله راح ينجح، يعني انه خلص والله انا بنجح، انا والله خدمت المجتمع الشركسي وانا لجمعت هذا. فالواقع الانتخابات بشكل عام يعني مش زي ما كل واحد بتصوره. هلا كل واحد لما بينزل متوقع انه والله يعني جدير بهاي المهمه، وانه قادر انه يخدم المجتمع الشركسي، وانه يعني ممكن يقدم للمجتمع الشركسي. ولكن بس يدخل وينخرط في العمل التطوعي بشوف انه العمل التطوعي صعب جدا. اللي ما دخلوا من اول مره يعني واشتغل فيه في لجان زي ما حكى اخونا احمد، انه لازم يكون عنده خبره في لجان الجمعيه المختلفه، لانه العمل التطوعي خاصه انت لما تكون عضو هيئه اداريه معرض للانتقاد، بجوز ينتقدوك حتى التجريح، معرض انه ما حدا يقول لك مثلا كتر خيرك على الشغل اشتغلته، انت مش ملزم الناس بانهم يعني يستمعوا لارائك ولا مثلا خلينا نقول تعليماتك من الجمعيه. فمشان هيك العمل التطوعي اللي ما اشتغل فيه لما ينخرط فيه مباشره راح ينصدم. وهاي من اكثر الشغلات اللي بتسوي استقالات، لانه بقول لك انا شو اللي الله مثلا بلاني بهالمشكله، انا طب انا ليش هذا، يعني شو ما بتسوي مرات ما بتقدر ترضي فئه معينه. فهذا من اللي بده يشتغل بالعمل التطوعي بده يكون عنده باع طويل في العمل التطوعي، واحد بده يكون نفسه طويل، يعني عنده يتقبل النقد، يتقبل الانتقادات بشكل عام. حتى مرات يعني بتعرف بدك تضطر بمراحل معينه بدك تدفع من جيبك للعمل التطوعي. فالموضوع انه والله فيها مكاسب، والله انا دخلت ما شفت فيها مكسب. يعني اللي بده يدخل في الجمعيه بده يبذل من وقته الخاص على حساب وقته الخاص، على حساب عيلته، على حساب شغله، على حساب استراحاته، على حساب وقت الفراغ تاعه يفرغه للمجتمع الشركسي. اذا بده ينزل على هذا المبدا. اما والله بدك تنزل بدي اسوي اسم، بدي اسوي شهره، بدي اسوي مكاسب، ما فيها مكاسب. والله اللي بفكر انه فيها مكاسب انا شخصيا ما بشوف فيها مكسب ولا شيء، انه بقدر بدك تعطي حتى اكثر مما بتعطي في شغلك. فمشان هيك مشكله العمل التطوعي انه الناس بتعرف ما عم بتقيمك بحسب انت ما انت بتقيم نفسك. فمشان هيك بده الواحد قبل لا يدخل في كتله يفكر 6-7 مرات قبل لا يتخذ القرار هذا، لانه قرار مش سهل وقرار يعني صعب شوي. اما اذا شايف في نفسه انه عنده مثلا جلد على العمل التطوعي، بيقدر يشتغل، بيقدر يفرغ من وقته كثير. يعني بدك كل وقت الفراغ اللي بدل ما مثلا تقضي يوم جميل مثلا يوم جمعه مع عيلتك بدك تفضيه بالجمعيه. اللي بيشتغلوا بالجمعيه اول لما كانوا بالهيئات الاداريه كان يوم بالاسبوع بجوز يكفي، لانه كان خلينا نقول ممتلكات الجمعيه، الالتزامات اللي من مطلوبه من الهيئه الاداريه ما كانت بهذا الشكل المطلوبه اليوم. اليوم عضو الهيئه الاداريه مفروض يفرغ نفسه بشكل كامل يومي، كل يوم يكون متواجد في الجمعيه حتى يقدروا يديروا امور الجمعيه. غير هيك يعني ما بيقدروا يديروا الجمعيه وما راح يصلوا لاي نتائج مرضيه لا لهم ولا للمجتمع. فالمساله صار بدها تفرغ كامل. فمشان هيك اعضاء الهيئه الاداريه اللي بيدخلوا يدخل كبرستيج
انا بنصحه لله انه ما يفكر لانه لا فيها برستيج ولا فيها شيء. بدك تتعب، بدك اسبوع كامل تصير تداوم في الجمعيه، يعني دوام ملزم حتى تقدر تطلع ببياض الوجه مع مجتمع الشركسي. اذا دخلت وعندك النيه بدك تخدم المجتمع الشركسي، بدك تقدم اللي هو ضريبه هذه النزول على الساحه. فمشان هيك معيقات كثيره راح تواجه الكتل هذه اللي عم تتشكل. من هاي المعيقات هذول اللي هو خلينا نحكي افتقار الخدمه في العمل التطوعي. فالرجاء يعني هذول اللي بيفكروا باي شيء لازم يشوفوا الهيستوري لاي شخص بيدخل على الكتله عندهم، انه والله هل عنده خبره في العمل التطوعي، هل اشتغل في العمل التطوعي، ولا بده ينزل لاول مره على العمل التطوعي. فهاي المسؤوليه يعني ملقاه على عاتق كل واحد يشكل كتله. يعني مش انه والله مجال هذا بدي انزل انا اضيع وقتي بدي اتسلى، لا والله المجال العمل التطوعي بدك تشتغل وبدك تبذل جهدك وبدك تضحي من وقتك ومن صحتك ومن فراغك مشان تطلع بياض الوجه امام ابناء المجتمع اللي اعطوك ثقتهم. اذا الانسان بفكر بده يخدم المجتمع الشركسي، تفضل هاي الساحه موجوده. اما اذا بفكر والله بده برستيج، بده يوصل لمنصب معين لموقع عن طريق الجمعيه، والله هاي الجمعيه مش محل انك تصير فيها على ظهور الشركه تطلع ما تشتغل ولا شيء. اللي بده يشتغل اهلا وسهلا، اللي ما بده يشتغل انا بقول له لا تدخل احسن لك. وهذا هو اللي عندي. يسلموا دكتور. باش مهندس كمال، يعني انا بدي اترك السؤال الاخير لك، بما انه انت بلشت الجلسه وايضا بدنا اياك تنهيها، فمشان هيك بدي انتقل للاخ احمد ابدا واساله سؤال على نمط السؤال اللي سالته للدكتور خلدون. ما هي المواصفات المثاليه لعضو الهيئه الاداريه برايك؟ أو ما هي الصفات اللي بتتمنى أنها تكون موجودة بإدارة نموذجية للجمعية الخيرية الشركسية؟ تفضل أستاذ أحمد. والله هو تقريبا يعني من خلال الحديث انحكت عدة نقاط بهذا الموضوع، ولكن خلينا نيجي نقول كملخص للموضوع بدي احكيها بنقاط. هلا المواصفات المثاليه طبعا هلا مثالي ما راح يكون شيء مثالي، لكن احنا بنطمح انه لافضل ما يمكن يكون موجود، لان المثاليه بالبشر مش موجوده. النقطه الاولى ان تتقن فن الاداره وتدرك، هذا بحكي عن الهيئه الاداريه او الكتله المترشحه، ان تتقن فن الاداره وتدرك ان واجبها اداره الجمعيه ولجانها وليس القيام بكل شيء لوحدها. ان يكون معظم اعضائها متفرغين للعمل في الجمعيه بدون التزامات اخرى. أن تتمتع بروح العمل كفريق وأن تتقبل الرأي والرأي الآخر. أن تستعين بأصحاب الخبرة والاختصاص من أعضاء الهيئة العامة في تنفيذ مشاريعها، وأن تعطيهم ثقتها ومساحة العمل المطلوبة. أن تتحلى بدرجة عالية من الثقة بالنفس، وأن تكون قراراتها حاسمة ومدروسة. أن تكون مدركة لتطلعات الهيئة العامة التي انتخبتها وآمالها وطموحاتها، عالمة بمشاكل الجمعية والمجتمع، ولديها تصور مسبق قبل الدخول للإدارة، قبل دخول الجمعية لديها تصور مسبق لطرق معالجة المشاكل. أن تكون مدركة لإمكانيات الجمعية ومواردها. أن يكون لديها برنامج بما تنوي عمله وإنجازه خلال فترة ولايتها، موضح فيه الجدول الزمني لتنفيذه. أن يكون هدفها المصلحة العامة. أن تحافظ على علاقات طيبة مع الفروع والمؤسسات الشركسية الأخرى. أن تكون منفتحة على المجتمع المحلي بعلاقة تعاون ومشاركة في المناسبات الوطنية المختلفة. فهذه صفات، هذه شغلات اتمنى انها تكون متوفره باي كتله او اي شخص حتى بده يفوت للجمعيه وبده يخدم في مجال الخدمه العامه. هذه النقاط واهمها انه يكون بركز على موضوع انه فن الاداره، لانه فن الاداره هو الاساس النجاح. انا يمكن اكون افهم بالمال وافهم بالاقتصاد، لكن ما عنديش اداره، ما عنديش طريقه لاوصل المعلومه لاي انسان. لكن اتركني احسب لك الحسابات، ممتاز الوضع بكون. فيا ريت ان تكون هذه المواصفات تتاخذ بعين الاعتبار ويكونوا يتمتعوا فيها سواء الافراد او المستقلين او كتل او اي انسان بحب حتى في اللجان بحب يفوت فيها ويتعلم فيها، انه تكون هذه الصفات او تكون هذه النقاط موجوده امامه ويعمل على تطويرها وتحسينها في نفسه. اشكرك استاذ احمد. باش مهندس كمال، في نهاية هذا اللقاء طبعا احنا
اللقاء امتد يعني تقريبا ساعة وثلث، فبالتالي يعني آن الأوان أن نختم اللقاء بكلمة حضرتك بتوجهها للهيئة العامة. شو النصيحة اللي بتنصحها للهيئة العامة مشان تستطيع أنها تقوم بواجباتها ومسؤولياتها تجاه الجمعية الشركسية، ونتأكد بأنه مسيرتها من خلال هيئتها العامة أولا وآخرا ممكن أنه المسيرة تتطور وتوصل إلى الجمعية اللي نتمناها. باش مهندس تفضل. سيدي، أولا الكتل التي تشكل على عجل يمكن خلال يومين أو ثلاثة أو فترة بسيطة قبل الانتخابات هي ليست حزب سياسي عريق يعني ينزل أمام حزب سياسي آخر. هي عبارة عن مجموعة شافت حالها يعني قادرة أنها تخدم، وبالصدفة التقت مع الأعضاء الآخرين وقالوا خلينا نشكل كتلة وإحنا بنجي. يعني الهاجس تعداد الأصوات هو اللي بيخليهم يشكلوا هاي مثل هاي الكتل. هدول لما يقعدوا على أمام المسؤولية وأمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب اللي هم راح يمثلوه، بتفاجئوا إنه في أشياء كثيرة غير مشتركة بيناتهم. يعني فأنا بقول يعني إنه يمكن حل هاي القضية بإنه على الأقل في الفترة اللي الشخص اللي حاب يترشح إنه يحضر ندوة أو ندوتين يقوم فيها، زي مثلا مبادرة الأسرة ممكن تقوم بهذه المهمة، تشرح القضايا المهمة اللي الجمعية يجب عم تواجهها أو بدها تواجهها خلال الفترة القادمة. بعدين أنا أعتقد أنه في هناك 3 قضايا رئيسية الجمعية الشركسية يجب أن تعمل عليها. القضية الأولى هي إدارة مصادرها المالية والأسيتس اللي موجودة عندها، اللي هي الأراضي والعقارات والأموال اللي غير مستوفاة. يعني في عند الجمعية مستأجرين صار لهم 10 سنين ما دفعوا أجار، ومش قادرين يروحوا يلموا هالأجرات اللي لأنه في عند الجمعية أملاك غير حنوبية وغير الأملاك الواضحة اللي هي مبنى الجمعية والمباني الفروع وغير ذلك. في هناك أملاك مؤجرة سواء لتجار أو لعائلات ساكنة فيها أو ما إلى ذلك، اللي هي عبارة عن الأملاك التي تم التبرع فيها لعدم وجود وريث مثلا أو شيء. فالقضية الاقتصادية هذه قضية مهمة جدا جدا، وهذا كان الهاجس اللي خلاني أنا أطرح فكرة الشركس والاقتصاد، واللي نتج عنها إنشاء لجنة أو تشكيل لجنة اسمها اللجنة الاقتصادية بالجمعية، اللي ما قدرت تمشي أكثر من 3-4 أشهر. وأنا بعرف بالضبط ليش ما مشيت، وبلوم يمكن نفسي لأنه أيضا ما كان عندي خيار يعني اللي أختار الفريق اللي بدهم يشتغل في هذه المهمة. الجانب الآخر هو الجانب التوعوي أو خلينا نقول الاجتماعي والثقافي الشركسي. يعني أنا مثلا عندي أفكار كثيرة، ممكن أنه مثلا استعمال السوشيال ميديا في تعليم اللغة الشركسية، هذه مهمة جدا. كثير من شبابنا حتى اللي كانوا في صويلح وفي وادي السير وفي ناعور لما كانت قرية صغيرة كانوا يحكوا شركسي. أهل المهاجرين كانوا يحكوا شركسي. أنا بشارع طلال كنت أحكي شركسي لأنه في عائلات حوالينا موجودة بنحكي معها. لكن اللغة فقدت، وإذا فقدت اللغة تفقد جزء هام من الهوية. ولكن في جميع الأجيال ممكن أنه إحنا نضع برامج أو تطبيقات على السوشيال ميديا اللي بتساهم في
رفع نسبة المتحدثين باللغة الشركسية. وأنا عم بشوف أمثلة ناجحة جدا لشباب علموا أنفسهم. وأنا عملت مسرحية عملت فيلم عن هذا الموضوع. شباب ما كانوا يعرفوا ولا كلمة، تعلموا أحسن مني ومنك ومن الناس اللي تعتبر حالها بتعرف لغة شركسية. كيف؟ معناته في إمكانية لذلك. المدرسة أيضا يجب أن تقوم بدورها بشكل فعال في تعليم اللغة الشركسية بالإضافة إلى الاهتمام بالعلم وبالعلامات وبالتنافس اللي صاير حاليا. الجانب الآخر المهم أيضا هو جانب قد يكون طابعه سياسي، وهو القضية الشركسية واهتمام بقضية الشركس، سواء دعم قضايا التي موجودة على الساحة في الوطن الأم للشراكسة، أو القضايا اللي لها علاقة ب مثلا لما يصير عندنا كوتا للشركس والشيشان 3 أشخاص كانوا، صاروا شخصين هلا، وفي شخص ثالث ممكن انه ندخله بشكل يعني اوبشنال. بننزل 20 مرشح، الشيشان بيجوا بنزلوا واحد وبيكسبوا المقعد وبيطلعوا. يعني في هون عدم كفاءة في الأداء السياسي كمجتمع، هذه يجب أن تحل. والقضية يجب أن تكون لها بعد وطني أردني، مجلس النواب وغير مجلس النواب، وقضية العلاقات بين المجتمعات الشركسية في الدول المختلفة، وأيضا في قضية الجمعية الشركسية العالمية وفي الوطن الأم. يعني كل هاي قضايا احنا عملنا عليها، ولكن لم نستطع أن نوصل بها. أنا نزلت انتخابات في سنة 93، ترشحت، وإجاني أحد كبار المسؤولين وقال لي جلالة الملك بسلم عليك وبقول لك انسحب من الانتخابات. ليش؟ قال لإتاحة الفرصة أمام امرأة كريمة أحد رجالات الدولة، وحتى تعطى فرصة أنها تنجح في الانتخابات. نجحت امرأة أخرى، وكانت يعني مش بأصواتنا، بأصوات ناس ثانيين نجحت. فكل هاي القضايا قضايا مهمة تهم الإنسان الشركسي، لأنه بيعيش في هذا الوطن، وهو جزء من مسؤوليته أنه يخدم هذا الوطن، ويخدم من خلال المؤسسات والقانون والدستور اللي موجود، اللي بيحكم تصرفات الناس في هذا الوطن، كإنسان شركسي، كإنسان عنده شخصية اعتبارية شركسية، سواء وطنيا أو عالميا أو كإنسان يعني. فكل هاي القضايا يجب أن تكون هاجس للإنسان الشركسي، والجمعية تستطيع أن تقوم بدور كبير. يعني مثلا زي ما جبت مثال استعمال السوشيال ميديا في تعليم اللغة الشركسية، لو في السنة الأولى علمنا 5 أشخاص، هذا نجاح كبير جدا. 5 بيعلموا 5 وبصير 25 و100 و200 و300، بنصير إحنا مثال وقدوة للمجتمعات الشركسية في الدول الأخرى. يعني في تركيا كافحوا يعني الحكومة استمعت لهم، وصار في 3 جامعات أو جامعتين حاليا تدرس اللغة الشركسية على مستوى البكالوريوس، وهذا حتى في نالشيك مش موجود هذا الحكي. لكن في مدينة دزجة، جامعة دزجة، الصف فيه 30 طالب، 12 واحد منهم كردي، مو شركس. يعني الشركس اهتمامهم لسه في شو اسمه ما بعرف. اجت وحده درست في جمعيه انقره اللغه الشركسيه، وكانت صبيه خريجه هاي الجامعه، ولكنها ليست شركسيه. ففي يعني بيعطي فكره الواحد بهذه النتائج اللي عم بتصير على الساحه. وممكن على الرحب والسعه، يعني اذا بصير مدرس اللغه الشركسيه انسان من اخواننا العرب
اللي تعلم اللغة الشركسية في البرنامج هذا أو التطبيق على السوشيال ميديا، أهلا وسهلا فيه، درس في الأمير حمزة اللغة الشركسية، ليش لا؟ شكرا. أشكرك باش مهندس، كل الشكر دكتور. بس خلينا أعقب دولة يا باسم على حكاية الدكتور. تفضل. بالنسبة للنشاط السياسي في الجمعية باش مهندس، المادة 8 عندنا بتقول في النظام الداخلي: ليس للجمعية أي غايات أو نشاطات سياسية أو دينية أو طائفية. فول ستوب، نقطة وسطر. فلا نقعد نحكي ولا ليش ما بزبطش. لكن عملت مدرسة تدرس اللغة الشركسية، كيف؟ هلا مدرسة مش دينية، هاي مش دينية ولا سياسية ولا طائفية. فالمدرسة بدرس فيها غير شركس كمان. هو على كل حال دكتور. هذا موضوع واسع وكبير وموضوع مهم. يعني أنا برأيي أنه لازم يحسم كمجتمع شركسي كجمعية، لازم يحسم هل إحنا كجمعية، وهذا سألنا أكثر من مرة، هل إلها دور سياسي ولا ما إلها دور سياسي؟ يعني على سبيل المثال دكتور خلدون سنة 1946 الجمعية الخيرية الشركسية استضافت لاجئين سياسيين من القفقاز ودخلتهم، مش دخلتهم يعني عملت أكثر من شغلة مشان تحتضنهم. ففي فعاليات سياسية عم تلعبها الجمعية الشركسية، ولكن أحيانا من خلف الستار. هلا كنظام كقانون ممنوع زي حزام الأمان، الكل مخالف وبيمشي كممارسة. أما ما بصير يا سيدي. احنا هسه بلاش الجمعيه تشتغل لنا في السياسه، خليها تشتغل في امور الشركسيه وكثر الله خيرها. احنا بنطلب منها تشتغل في السياسه، تشتغل في امورنا، ترتب البيت الشركسي وكثر الله الف خيرها. بدناش تشتغل في السياسه هسه. بس برضه دكتور خلدون لا يمكن فصل الجمعيه عن العمل السياسي، لانه بلاش نقول انه عمل سياسي بمفهومه المطلق ولا شغله زي هيك، لكنها موجوده بخضم المجتمع، بخضم حياه الناس، بخضم. فالعمل السياسي موجود في اي مكان، والجمعيه كان في لها ادوار ومواقف يمكن حتى الدوله طلبتها منها في فترات من الفترات، مش بس من الجمعيه الشركسيه، من جمعيات ثانيه، لانها هاي جمعيات مجتمع محلي، مجتمع بدني. الدوله اذا بدها مع المجتمع بدها تستخدم هذه الادوات اللي موجوده، فلا يمكن الفصل 100% في هذا الموضوع. هذا بخصوص جاهل. الفصل تفصل السياسه عن الاقتصاد مش ممكن، اما الجمعيه وعمل سياسي نظامها الداخلي ما بيسمح. كنظام داخلي لا يسمح، ولكن لا يمكن فصله مضمونا نهائيا. في الماده 8 عندنا ما في شيء، لا تسمح الا اذا بعد له النظام الداخلي. يعني لابد من حسم هذا الموضوع مشان ما نضلنا معلق. لا احنا معلقين ولا مطلقين، ناس بيحكي هيك وناس بيحكي هيك. هذه احد الامور اللي على الجمعيه الشركسيه ان تحسمها، على الاقل اذا حسمتها خلي ناس ثانيين يطلعوا يلعبوا هذا الدور. اما لا انا بدي العب هذا الدور، بس بنفس الوقت انا ما بدي العب هذا الدور، بزبطش. فالسياسه هي شيء مهم بالنسبه للمجتمعات، مهم بالنسبه للمجتمع الشركسي، وهي ليست عيب. العالم لازم يشتغلوا لمصالحهم. بالعكس هلا يمكن مطلوبه، الدوله عم تطلب انه يا جماعه ادخلوا بالاحزاب، اشتغلوا بالسياسه، عم بتشجع الناس تشتغل بالسياسه. لابد من حسم. انا ما بقول عن طريق الجمعيه، ولكن بما انه الموضوع علقان في الجمعيه آن الأوان أنها تحسم الموضوع. في نهاية هذا اللقاء لا بس دكتور لو تتحملني معلش، أنا كنت حاب أوجه كلمة للهيئة العامة. تفضل. هي ملاحظة من 20 سطر يعني، بس مش أكثر من هيك. يلا تفضل. تحملني معلش. طبعا الكلام موجه للهيئة العامة للجمعية الخيرية الشركسية، سواء كانت مسددة ولا غير مسددة، سواء كانت منتمية للجمعية ولا غير منتمية للجمعية، بكل أطياف المجتمع الشركسي. هذه الجمعية ستصبح عمرها في العام 2032 100 عام. بنيت بأيدي أجداد وآباء أخلصوا في بنائها وجعلوها درة في تاج عمان. هذه الجمعية التي يتحدث عنها الجميع الآن ما بين عالم بشؤونها وبين غائب عنها لا يعرف لها باب. كانت مدرسة تعلمنا فيها العادات الشركسية والأخلاق، تعلمنا فيها حب قوميتنا وتقدير شركسيتنا وحافظنا عليها، تعلمنا فيها احترام الكبير واحترام رؤسائها وأعضاء إداراتها المتعاقبة،
منذ قيامها، وكذلك أعضاء إداراتها قاموا بصون كرامتها وسمعتها وكانوا رجال عز وشرف. هذه الجمعية ليست بناء حجر فقط، إنها تاريخ عشناه وكتبناه بعرق الجبين والتضحيات منذ أن حطت رحالنا ووطأت أقدامنا تراب هذا البلد الطيب. إنها تاريخ مضى جزء منه، ومستقبل لأبنائنا آت لا نعلم ما يحمله أو ما يخبئه لهم. هذه الجمعية شعارها مكون من 3 عناصر: العلم القومي والقلبق والقامة. هذه جمعية غير مسموح أن تهون على أحد. شعارها يحمل كل معاني الكبرياء والفخر والرجولة والفروسية التي يتمتع بها قلب كل شركسي حقيقي. إن هان عليكم هذا الشعار هنتم على أنفسكم وأهنتوها وجعلتم مستقبل الأبناء وشركسيتهم في مهب الريح، ولنا في التاريخ عبر. هذه الجمعية هي جزء من تاريخ الأردن الذي أحبنا وأحببناه وفديناه بالمهج والأرواح، وهذه قبور أجدادنا وآباؤنا تملأ جنبات عمان وغيرها من المدن والنواحي. هذه الجمعية لها مقدرات وإمكانيات إن أحسننا إدارتها ستحقق لنا ولأبنائنا من بعدنا حياة كريمة. ولهذا أدعو جميع شراكسة الأردن للانتساب إليها والدخول في هيئتها العامة، لاختيار هيئاتها الإدارية من رجال أكفاء لا يعتمدون المنطقية ولا الأعداد الكبيرة لبعض العائلات للفوز بالانتخابات، رجال لديهم حلم وإرادة قادرون على بناء مستقبل أفضل لأبنائنا. إنها مظلتكم الكبيرة وهي بحاجة لوجودكم وتكبر بكم. آن الأوان لأن تقوموا بواجبكم. وفي الختام بمناسبة يوم الزي الشركسي بقدم بالتحية لكل الأمة الشركسية تحت فوق كل أرض تحت كل سماء. كل عام وانتم بخير. شكرا دكتور على طولة بالك. الله يعطيكم العافية. أعزائنا المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى المهندس كمال جلوقة والأستاذ أحمد أبدة والدكتور خلدون إسحاقات على تفضلهم بإبداء آرائهم وتجاربهم الطويلة في مجال الخدمة في العمل التطوعي الاجتماعي، وخاصة في العمل بالجمعية الخيرية الشركسية. كل الشكر أعزائنا المشاهدين لمتابعتكم. لكم منا أجمل أمنيات الخير وأطيب الأوقات، والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا دكتور. يعطيك العافية. يعطيك العافية وشكرا. يا هلا.